ليه مش هننسى المعلم سردينة؟ وإيه الحدث الفارق لسكار العربي؟ ووسط مشاعر الحزن على فراقه، لكن سيظل من الفنانين اللي هيفضلوا في الذاكرة، لأن أعمالهم بتتكلم عنهم. والإرث ده من الأعمال مش هنقدر نتكلم عليه كله، بس مين ينسى إبداعه لدور المعلم سردينة، رمز الحكمة اللي ما بخلش بالنصيحة لغيره في الشغل، لدرجة إن كتير اتمنوا يكون في عملهم مدير زي المعلم سردينة يعلمهم ويفرح لنجاحهم. وعلى مستوى آخر، أشادت شركة ديزني العالمية بأداء الفنان القدير الراحل لشخصية سكار في النسخة العربية لفيلم الملك الأسد، وأرسلت شهادة تقدير له مؤكدة إنه أفضل من قدم الشخصية صوتيا على مستوى العالم، متفوقا في الأداء على النسخة الأصلية. رحم الله الفنان عبد الرحمن أبو زهرة. أنا عايزة المعلم سردينة في حياتي. الله يرحم الفنان عبد الرحمن أبو زهرة. أنا قعدت أفكر شخصية المعلم سردينة ليه من أكتر الشخصيات اللي علقت مع الناس من وسط كل أدواره. لقيت إن على مستواي أنا الشخصي أنا كنت محتاجة واحد زي الشخص ده يكون في حياتي. ولما فكرت ليه لقيت علشان 5 أسباب. أول حاجة، شخصية قيادية حكيمة، يعني قراراتها صائبة، مش من النوع اللي بيتعامل إنه صاحب العزبة ياخد قرارات غلط ولما يلبس يرمي الغلط على اللي شغالين معاه. 2، لا بيدي ودنه لعصفورة ولا لطبال. مرسي لما كان عايز يلبس عبد الغفور في مصيبة السرقة ما خدش كلام مرسي مصدق لأن مرسي المساعد بتاعه، ولا برأ عبد الغفور كده علشان عبد الغفور كان طوعه، إنما حقق في الموضوع قبل ما يقول حكمه. 3، الراجل ده بصراحة يعني حقاني وعادل وملوش في الكوسة. ابنه كان ما بيحبش عبد الغفور وكان عايز يلبسه مصيبة، ورغم كده ما جاملش ابنه على حساب واحد غلبان، يعني ما جاملش الواسطة. 4، هو مؤمن بحق غيره ان هو يكبر. لما عبد الغفور كان عايز يكبر وكان عايز يبقى ليه شغله ما وقفش قدامه زي اللقمة في الزور. يعني كنت أسمع عن أماكن لما تعرف إن في موظف عندها عايز يروح مكان جديد أحسن، ورغم إن هو لا بيدوا مرتب كويس ولا بيعاملوه معاملة عدلة، لكن يجروا ويسبقوا ويرفدوه علشان يخلوه يلف حوالين نفسه، يعني تحت مبدأ إيه؟ ابن الشركة العاق لازم نربيه رغم إن الشركة ما بتخلفش. 5، ما بيكتمش علم عنده. عبد الغفور لما اشتغل بعيد عنه كان بيروح له ويطلب نصيحته، وعمره سردينة ما كان بيبخل عليه بالنصح. طبعا نموذج سردينة الواحد بيتمنى هو يبقى كتير في حياتنا، وقد يكون السبب ان هو مش نموذج منتشر هو ان في ناس نكارة للجميل وسطنا، يتعامل معهم الجميل والمعروف وبعدين يقولوا ايه، لا يعني كان هيحصل لي، ما يردوش الجميل ابدا. فلو سمحتوا، لو انتوا نكارين للجميل ما تطلبوش مساعدة وخلوا الناس اللي زي المعلم سردينة يساعدوا الناس اللي بتطمر فيهم، اللي بيطمر فيهم المعروف. شكرا.